مساء الورد والياسمين على كل مشجعين الأهلي. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، إنك حميد مجيد يا رب العالمين. النهاردة طبعا كان عندنا ماتشين مرتبطين ببعض. الماتش الأولاني بتاع بيراميدز، وده ماتش عجيب يعني انا مش بتكلم على اخطاء لعيبه، بس اللي يضايق في الماتش ده انه ما كانش ماتش كوره، عركه بين اللعيبه، حكم مكبر دماغه قوي مع احترامي ليه، يعني ده تكبير دماغ. اللعيبه بيطحنوا في بعض، بيموتوا في بعض، بس طول ما هو القتل ماشي في اتجاه معين هو راضي ومبسوط. الدنيا جميله خالص يعني. فما كانش في ماتش كوره، في ضرب، في اهداف تيجي، بس في ضرب، في خبط، في رزق. اللعيب الحريف اللي بيمتع الناس يروح فين في الاحوال دي؟ ما بقناش بيلعبوا كوره، بقينا مساويين اللي ما بيعرفش باللي بيعرف. لان الحكم لو بيعرف، لو لعيب كوره هيعرف ان اللمسه كده، الدفعه الخفيفه تفرق مع لعيب الكوره. لكن اي حاجه نسميها التحام عشان نريح راسنا، واحنا مش عارفين يعني ايه التحام. ما لعبتش كوره فهتعرف ان ايه التحام. ده حاجه جميله في ماتش بيراميدز. بصراحه كنت قاعد بتخانق، انا ما يهمنيش بيراميدز يكسب ولا يخسر خلاص، حتى لو انا اهلاوي، بس زعلان من الوضع اللي كان ساير. ما كانش ماتش كوره، عركه. البي بيصعب عليه يحط الصفاره فوق. ده حكم مين؟ بيراميدز. طب نشوف ماتش الاهلي. الاهلي كويس في الشوط الاولاني. الكابتن عماد النحاس بدا بدايه معقوله، والتعليق الوحيد على التشكيل كل الناس اتكلمت عليه هو كوكا. الاهلي ماشي كويس. طبعا كوكا ملوش اي حضور بتاتا، ما بيقفلش حيطه صح، يعني كشغل الباك ليفت مش بيقفل مكانه صح. مفيش اداء هجومي، لا منه هجومي ولا منه دفاعي. وانا اسف يعني احنا سايبينه ليه؟ انا مش فاهم هو تبع مين، ابن مين؟ ما اعرفش، انا ما اعرفش. يعني لو اي لعيب تاني مش هيبقى فيه صبر عليه كده. وكمان ده ايه، ده مش كده بس، ده بيروح منتخب مصر. انتوا بتشوفوا غيرنا؟ وانتوا بس لعيبه الكوره، وانتوا بس المدربين، وانتوا بتشوفوا غيرنا؟ لا، ما بتشوفوش غيرنا. يعني علي معلول برضه لو بيلعب برجله اليمين احسن من كوكا في الحاله اللي كان فيها النهارده. وقعدنا علي معلول بره. انا عذر الكابتن عماد النحاس، هو عامل حسابه يلعبوا شويه في الاخر، فبقى في اصابه، فعمل اشرف داري عمل استبدال اجباري. ده فرض عليه ان خلاص، لان هو جه في الاخر. حتى الاستبدال اللي عمله في الاخر بنزول احمد رضا عشان يملى خط النص، لانه كسبان واحد والماتش مش ماشي كويس. كان استبدال كويس ومدرب بيفكر. يعني هو مجبر في كوكا خلاص، مش عارف يغيره، لان هي الظروف حكمت كده، وعايز يملى خط النص. هو غير اشرف، غير عمل كام استبدال في بدايه الشوط الثاني او في نصه في الوقت المناسب، بنزول الشحات وخروج بن شرقي وخروج السولية ونزول قفشه. بصراحه الملعب اتحرك، وشفنا الفرق مع قفشه بيعمل ايه. بيلعب ده ويلعب ده ويسند هنا وماسك الفرقه كوره. ده اللي كان راكنه النجم القديم ومشي. الكابتن النجم الكبير كابتن كولر كان مقعد الشحات ومقعد قفشه. طبعا احنا لو قعدنا نتكلم للصبح، يعني الماتش ماشي النهارده اجباري، اجباري على المدرب، اجباري الظروف النفسيه اللي فيها الفرقه. بدايه كويسه للكابتن عماد النحاس، يشكر على كده. انه بس يعني اللعيبه كلها نفسيتها مش تمام. البدايه اللي بداوها الطيبه دليل قد ايه هو اشتغل معاهم نفسيا عشان يعليهم. يشكر على كده، تمام. الحمد لله ان احنا خدنا 3 بونت النهارده. والتعليق برضو على البلنتي اللي اتحسب لصالح بتروجيت على الاهلي. هو النجوم الحكام بتوعنا، الكابتن الحكم الكبير، النجم الكبير اللي كان في الملعب النهارده، الاخ معروف، اللي انا مش فاهم، هو التحكيم مش عافيه، مش فرد صدر. يعني الكوره اصلا فاول للعيبه الاهلي، فاول للعيب الاهلي اللي هو خرج اشرف داري. الراجل زقه، اتزق، جاله الخلفيه من الزقه وطلعت اوت. ما عطاش فاول، الاوت اتلعب بقى بلنتي. هو هو قبل الاوت ايه؟ قبل بلنتي ايه؟ هي اساسا فاول دفع.
اسمها في قانون الكوره دفع. مفيش حاجه اسمها اصله عملوا كده، طب عملوا كده ده وقعوا ولا لا، غير مكانه ولا لا، نغير وضعه ولا لا، حركه ولا لا، ما وقفوش على حيله ولا لا. كل ده تم، بس مش هم ومالوش مزاج يديها عافيه فرده. مفيش في التحكيم فرده، مفيش في الكوره فرده، مفيش عافيه، مفيش عافيه. الفاول المسك مسك والدفع دفع والكتف كتف. ده انا بشوف حكام الكتف في الظهر بقول لك العب، كتف هنا بقول لك العب. ان كان الكتف في القانون بيقول لك كتف متعادل، كتف في كتف تنافس على الكوره، ولو شد الكتف بزياده بقى جامد بيبقى فاول، وممكن لو جامد قوي مش هيطلع كارت اصفر، ده هيطلع احمر. هو احنا ايه؟ الكوره مش عافيه. الناس دي ما لعبتش كوره بتحكم ازاي كده يعني؟ ازاي ما حدش علق ان البلنتي بتاع بتروجيت اساسه فاول للنادي الاهلي؟ لحد امتى هنفضل كده التحكيم بتاعنا؟ لحد امتى؟ انا مش عارف بصراحه، يعني الوضع وضع سيء. ونجيب رئيس لجنه حكام اجنبي، وحتى النادي الاهلي يقول لك هاتوا رئيس لجنه حكام اجنبي. اجنبي يجي يعمل ايه؟ يعرف مين من الحكام؟ يعني هو يعرف مين من الحكام؟ هيقولوا له ده كويس هقول لهم حاضر هاتوا اشوفه، ده جميل حاضر، ده نجم النجوم قول لهم حاضر. ما هو مش عارف حاجه، ويقول لك خبير. خبير ايه؟ محاضرات. احنا عندنا الكابتن جمال الغندور ماستر مصر افريقيا في انه يشرح للحكام فاول فاول ازاي ومش فاول ازاي. فانت عندك الخبير الكبير قوي، بس احنا بقى ايه؟ عشان ما ينفعش نجيبه فلان هيزعل انه ما جاش، فنفضل ماشيين السكه الخايبه دي، ويبقى التحكيم بالوضع ده في الماتشات بتاعتنا. الواحد شيء محزن يعني. يعني ناس بتيجي، انا الكوره مش عافيه يا جماعه. انا مش واحد ضريب لعيب ما بيعملش حاجه غير انه بيضرب، بدل ما ياخد كارت والتاني ويطلع ومع السلامه يفضل يضرب 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 يضرب. مش ده كتير كتير قوي يعني الواحد ما شافش كده اللي عندنا في مصر. زي ما كانت ناس تطلع تقول لك دي ما تتحسبش في الدوري الانجليزي. انا مالي من الدوري الانجليزي؟ حكم ما بيعرفش. مين من حكام الدوري الانجليزي بيشتغل في كاس العالم؟ مفيش. راح من واحد ولا اتنين. عشان كده، عشان بيشتغلوا غلط. النادي الاهلي مبروك الاول مكسب النهارده، والحمد لله، وان شاء الله الجاي احسن، ولازم نصر. وهنفضل ننتظر ان بيراميدز يقع. طبعا احنا هنشجع بيراميدز الاهلاويه في بطوله افريقيا، لانه بيمثل مصر. مش هنقول زي الناس التانية بتقول ما بيمثلش نفسه، لا بيمثل مصر. فانا هقف ورا بيراميدز في نهائي بطوله افريقيا ضد سان داونز، وان شاء الله يكسبهم. والاهلي ربنا ييسر الحال والماتشات الجايه تبقى افضل، ويبقى عندنا صبر، وان شاء الله يعني يا رب شيء بتوفيق من الله سبحانه وتعالى ناخد الدوري. ويا كابتن عماد انا حاسس يا ريت تبدا بمعلول الماتش الجاي. جرب، هو راجل كويس مفيش حاجه، انت دخلته سكور اهو، يا ريت تبدا بيه الماتش الجاي. انا عايز كل اخواتي واصحابي يعملوا لي شير ولايك، وعلق لي رايك ايه في اللي بقوله على الفيديو عشان استمر وانتشر اكتر. وكلكم حبايبي، السلام عليكم.